أزمة في أسعار السلع. طب هعمل إيه عشان زاد الأسعار؟ خلينا نغير ثقافتنا في الأكل. يعني إذا كانت الحاجة غالية خلوهم يشربوها. غلي استغني على طول. مش هنموت لو ما كلناش لحمة. بلاها لحم. سيبك من الجزارين، سيبكم من الجزارين. يعني لو اللحمة غالية ناكل فراخ. يعني ممكن اللحمة تستبدلها بفراخ؟ الفراخ زادت، بلاها يا أخي. ما تشتريهاش. ما اللحمة والفراخ غاليين ناكل سمك. ناكل سمك، والاسماك افضل بكتير. أسعار السمك غالية، يعني ممكن تستغنى عن السمك. ومفيش حد بيموت لو ما كلش سمك. ممكن تستغنى عن الفول. ومفيش حد بيموت لو ما كلش جبن. بص لها كده وامشي. يعني لو ما كناش فاصوليا هناكل بسله، ايه اللي هيحصل؟ لو كلنا بطاطس. مش لازم محشي، مش لازم محشي بجد يعني. كله عدس وخضار. شوية عدس كده تفت فيهم. ارتفاع أسعار العدس بنسبة 100%. بلاها يا أخي. يعني الناس مش يعني برضه ناكل بالراحة فيه. تستغنى عن كل البروتين، تاخد بيضتين. مفيش بيت مصري يستغنى عن بيض المائدة. تخيل العالم لو ما فيهوش بيض كان ممكن يبقى عامل ازاي؟ بنسميه احنا بروتين الغلابه، اللي ما بيقدرش ياكل لحمه يعني بياكل بيض. ده بديل بروتيني. هناكل بيض فيه بروتين. بروتين البيض. الأم ممكن تقلب بيضتين 3 لابنها. تشيل منهم الصفار، هم بيعملوا لك كل شيء يعني. تعمل واحد بيض بالبسطرمة. تحب انت وتموت انت في البيض البسطرمة. ارخص والبيض بالبقدونس كمان، وافيد والبيض بالبصل، واكثر صحه. وشكشكه دي ولا معرفش اسمها ايه. عارف ان انا مره قيدت واحد صاحبي اديته سلاح التلميذ وخدت منه واحد بيض بالبسطرمة؟ لا والله. أسعار البيض قفزت.